السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم في طاولة تاسع يوم مع وصفة طاجين الزيتون. مع حضرت القطايف راح نحطها معكم بإذن الله. هذه هي درت انايا طاجين الزيتون احمر، ودرت انايا قراطة بطاطا كنت درتها من قبل وعجبتهم الولاد، وتعرفوا الولاد يحبوا لي فريت ويحبوا هذو الحوايج. قالوا لي عاوديها لنا، لكن عاودتها بطريقة واحدة اخرى. هيا نبداو بطريقة التحضير. لتحضير طاجين الزيتون جبت هنايا طراف تاع الدجاج تاعي. ديروا نتوما الكميه اللي تحبوها والاطراف يعني اللي تحبوهم. حطيت معاهم شويه تاع الزيت يتقلاو هنايا، ومن بعد حطيت هنايا ثوم بودر، ومن بعد حطيت شويه تاع الزنجبيل اللي هو سكنجبير، شويه برك ما تكثروش باسكو شويه وحار. نزيدو نحطو عليهم شويه تاع الفلفل الكحل، نخليهم كامل يتقلاو، ونحطو كمية من الكركم هنا. هذا هو السر نتاع الطبق هذا، راح يعطيه لون ما شاء الله وطعم ما شاء الله، راح ينسيكم يعني في الاطباق تاع الزيتون. يعني والفنا ديما الزيتون يكون ابيض. هنايا جبت لكم يعني طريقة مختلفة خلاص على الطريقة اللي مولفين معتمدينها والذوق اللي معتمدينه. درت شوية تاع الحرور الا ما كانش ديروا هريسة. شويه تاع على راس المغرب برك، شويه تاع راس الحانوت، وشويه تاع الملح ما تكثروش باسكو هذه لاصوص تجي عاقده. وتعرفوا الزيتونه وشويه مالح يعني باش ما تتخدعوش في الملح. انا الزيتون يعني من قبل ما يدخل رمضان كي قضيت غليته مليح مليح باش كونفيرميت بلي راهو راحت له الملوحه هذه كامل، يعني نطيب وانا مانيش خايفه. حطيت هنايا حوالي نصف مغرفه، نص مغرفه كبيره يعني تاع الطماطم، ومرقت شويه برك بقيس نص كاس ماء هكذاك ولا، ونخليهم يتقلاو هذاك الطراف تاع الدجاج في التوابل هذوك كامل باش يدي البنه يدخل هذوك البنه هذوك تاع لي زيبيس، وهما يعني مركزين بزاف. نخليهم يتقلاو مليح، ومن بعد من جهه واحده اخرى نكون قطعت شويه زروديه حطيتها، ومن بعد حطيت طراف حطيت الزيتون اللي رايحه نستعمله هنايا. هذه هي. وإلا عندكم يعني شامبينيون ولا تقدروا تحطوه معاه، ونمرق اكيد. ها هنايا راني هذه كما نقولوا باش تجيكم بنينه لازم تعطيوها حقها بزاف من التقليه هذه، ومن بعد تبداو تمرقوا. ما تمرقوش بزاف باش ما يجيكمش موز غريت كما نقولوا لها حنايا. لازم تمرقوا قيس يعني تحت ما يتغطى الدجاج برك، باسكو هذه راهي تجي كشغل صوص. ونخلوها، تحبوا تقلوا معها فريت ولا تقدروا تزيدوا معها، هذيك حاجتكم. من جهه واحده اخرى رايحه ندير هنايا القطايف للسهره نتاعنا. درت شويه قطايف هنا كما راكم تشوفوا فيها. درت القطايف هذوما يجيو طوال بزاف وخشان يعني ما نحبهمش انا صراحه. نحب تاع سوريا، ما نحبش هذو شغل يجيو قاسيين هكا شويه، لكن معليش جاوني يعني جاو ملاح. نقطعوهم هكذا، نقطعهم هكذا بيدينا مليح. ونكون من جهة واحدة أخرى نكون راني نذوب في الزبدة. نعطيها حقها مليح في الزبدة. وهنايا درت هنايا لافاز، درت لها شوية تاع الكوكاو وشوية سكر حرش، ودرت لها شوية زبدة باش تجيني طرية، تبلتها بالقرفة. انا القو تاع القرفة نحبو، ومع لافاني، ونعجنها بشويه تاع المزهر ما تكثروش بزاف بزاف باش ما تجيكمش يابسه العقده. ديروا قيس شويه برك، ومن بعد هذاك السكر هو اللي يطلق العسل نتاعو. ها شوفوا راني ما كثرتش.
ونحب نضحككم شوية. كاينة عندي قرعة خل بيضة، شريتها وجيت البارح جيت ندير شوية تاع الصامصة. هيا مع التعب تاع رمضان وتاع الطياب وكلش، بانت لي بلي هذه هي مزهر. حطيت الكاوكاو وحطيته مزهر، حطيت الكاوكاو والسكر وكلش وبديت نعجن، بصح ما طلعت ليش هذيك الريحة هذيك. حتى انا وجدتها وكلش. انا جيت ندير، وهو جا وليدي الصغير يحبوا هذه العقدة هذه، قال لي يعطيني ماما شوية. قلت لي ماما وش هذا، مش مليحة خلاص وش فيها؟ قال لي فيها ريحة السلاطة. هيا جبتها ومن بعد عرفت روحي باللي درت زبلة. هاي هذه هي. هنايا هاي وجدت العقدة تاعي. نحطها بجهة، وبعد نجي هنايا راني هنايا حطيت الزبدة المقطع ما على باليش عليه راح. هنايا حطيت الزبدة فيها، حطيت حوالي نص كاس هكاك زبدة ذايبة حتى تتشرب هذيك القطايف مليح مليح. نجيبو هنايا المول اللي راح نحطه فيه، جاني شوية كبير باسكو ما عنديش هكذا مول اقل منه. حطيته، استعملت هذا الفنجال. هذا الفنجال راهو براتيك عندي بزاف بزاف. خدمت به التفاحات هذوك تاع الدجاج، وهاني زدت حنخدم به دركا. نحطو كمية القطايف هذه، ومن بعد يعني نضغطو عليها بزاف باش تحكمنا على فرن مليح، وبعد نحطو شوية كمية من العقدة، ومن بعد نبداو نضغطو مليح مليح على القطايف تاعنا، نضغطو عليها مليح ومن بعد نجبدوها فاسيلمون هكا. هكا نزيد نجرب معكم واحدة اخرى. يعني سهلة، واللي يعود عنده يديرها باللوز ولا المكسرات، ولا يعني كل واحد والمقدور تاعو. راكم تعرفوا ليالي رمضان معانا العيلة تاعي تقدروا تقولوا ولفتهم كل ليلة لازم كاينه حاجة حلوة ياكلوها. وانا بكل صراحة ما نشري ني زلابية ني قلب اللوز من برا ني قطايف ني والو، ما احنا ما نتشهوهمش تاع برا. ومام حتى يعني الراجل تاعي ولا هكا ما يتشهاهمش برا، باسكو على بالو بلي راح ندير كلش. ها كيما راكم تشوفوا جاتني 12 حبة 13 حبة. المول جا شوية كبير، بعد ما نكمل نحط شوية تاع الزبدة باش تجيني هذاك اللون الذهبي. الكمية هذيك تاع القطايف كامل جاتني هذه الكمية برك. هذيك الحبة الصغيرة غير بقات درتها بصح فينالمون لقيتها محروقة، ما باسكو ما راهيش مغطية بزاف. نحطها طيب هنايا، وكي نكون طيب فيها ديجا نكون حطيت العسيلة. طيب العسيلة ماشي العسل رانا نكرملو شويه السكر، والعسيله راهي تجينا بيضه كيما راكم تشوفوا. ها شوفوا الشكل تاعها كيفاش، باش ما تبقى لنا هذيك القطايف باللون الذهبي هذاك. هكذا نعسلها مليح مليح. هاي هنايا بعد ما تعسلت وتشربت، هنا طاجين الزيتون تاعي راهو واجد. شوفوا الخثاره هذه اللي نحوس عليها، هذا هو يجيني كيما هكا. على بها قلت لكم ما تمرقوش بزاف باش ما تجيكمش صامته. وهنا راني ندير في الكسره، درت هنا كسره الرخصيص راني نبل فيها. وهذه هي طاوله اليوم التاسع. درت هذه الكراتان راح نحطها لكم في فيديو واحد اخر باذن الله. شوفي صدقوني من البنه تاعها عاودتها مرتين وقالوا لي قعدي غير عاوديها لنا. راكم تعرفوا الاولاد يعني بورتو ماشي ولاد يعني كبار، يعني ولادي انايا. وهذا هو طاجين الزيتون تاعي كيفاه جا. شوفوا اللون نتاعو، ما عرفتوش اللون تاعو، ني اورانج ني احمر ني اصفر ني ما على باليش واش لونه.
يجيكم تحفة يعني ما شاء الله صدقوني، يعني مشي مجاملة، ولا تقدروا ترفقوه بديفريت ولا. هذه قلت لكم القراطة هذه راح نديرها معاكم، راح تجربوها وتعجبكم اكيد. درت الحميس، هذا الحميس اللي ما يخطينيش كامل، مع شوية سلطة هكذا منوعة كما راكم تشوفوا. وهذه هي الطابلة نتاعنا تاع اليوم. الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، وربي يرزق كل محروم إن شاء الله، واللي يطعمنا يطعم غيرنا إن شاء الله. وهذه هي كسرة الرخصيص من هيه. هذا هو الفيديو تاع اليوم. هنايا حبيت نقسم معاكم القراطة تشوفوها كيفاش جات دايرة. ها تشوفوا كيفاش تجي، صدقوني تجيكم يعني ما شاء الله ما شاء الله، ماشي يعني مجاملة والله. وهنايا في السهرة حبة القطايف هذه، قلت لهم ما نجبتش بهذه يضحكوا عليا على السباتيول هذه. لصق فيها ما عباليش واش خدموا بها، الماستيك ولا ماشي عارفه واش خدموا بها، لصق فيها. ما هانتش عليا نطيشها، قلت لها مادام كي راكي تخدمي ما يهمنيش فيك. شوفوا هنايا الشكل تاعها تجي تهبل، والبنه تاعها ما شاء الله. هذا هو فيديو اليوم، صح فطوركم، السلام عليكم.